فيديو النهارده مميز جدا. النهارده هنعمل تورته الريد فيلفت. طبعا اول ما بتسمعي تورته الريد فيلفت بتقولي لا ده غلبه ومكوناتها كتير، لا ومش هعملها. لا، في الفيديو بتاع النهارده خليكي تعمليها بابسط طريقه واسهل مقادير، وبجد طعمها يكون منقول في حته تانية. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. اول حاجه هنا معايا ربع كيلو من الاسبونج الريد فيلفت، موجود عند اي مستلزمات حلويات. ربع كيلو يعني 250 جرام. ومعايا هنا 3 بيضات وربع كوبايه من الميه. ومعايا الصينيه بتاعتنا مقاس 16 اللي هنحط فيها الكيك بتاعنا. ربع كوبايه الزيت، ربع كوبايه الميه دي يا جماعه ممكن نبدلها بربع كوبايه من الزيت. لو حابه تطعميها كمان بطعم تاني ممكن تحطي كمان مثلا نص كوبايه من الزبادي. طبعا دي طريقه احنا حبينا نوفرها شويه بحيث ان هي المقادير ما تبقاش كتيره واحنا بنعملها، او ان احنا نعتمدها زي الاسبونج العادي، ما يبقاش فيها اي غلبه او اي صعوبه بالنسبه للناس اللي بتستصعبها او بتقول دي غلبه ومقاديرها كتير بالنسبه للي بيطلع اونلاين. ربع كوبايه الميه لو حابه تستبدليها بزيت مفيش اي مشكله. حطينا هنا كمان نص معلقه من المحسن. لو برضو مش متواجده مفيش اي مشكله، الاسبونج متواجد فيه كل حاجه، بس انا حبيت ان انا ادي هشاشه للكيك بتاعي زي ما انتم شايفين كده. وما ننساش نكون مسخنين الفرن بتاعتنا على درجه حراره 180 رف وسط. بضرب ده كله بالمضرب السلك او بالمضرب الكهربي، وبحطه في الصينيه بتاعتنا وبدخله الفرن. حابه تضاعفي المقادير، لو الصينيه مثلا مقاس 25 بتضاعفي المقادير، بدل ما هو ربع كيلو نص كيلو، بدل ما هي ربع كوبايه ميه بتبقى نص. حابه تبدليها بزيت هتبقى نص كوبايه من الزيت مثلا وكوبايه مثلا من الزبادي، مفيش اي مشكله. دي تطعيمه زياده، بس احنا هنا عاملينها بطريقه بسيطه شويه عشان الكل يقدر يعملها. بعد ما بحطها بقى في الصينيه بتاعتي، بعد كده بدخلها الفرن على درجه حراره 180 زي ما احنا متفقين، هتاخد حوالي 40 دقيقه. نمشي بالظبط يا جماعه على الطريقه والمقادير علشان تطلع معايا الاسبونج حلو، وفي نفس الوقت حاجه كده هشه وطريه من جوه، ما تبقاش مكتومه ولا مكتكته ولا نيه. بحطها في الفرن بتاعتي، وبعد كده بشوف الكريمه بتاعتي بتبقى طبعا غنيه بطعم تاني خالص بالنسبه لتورته الريد فيلفت. تورته الريد فيلفت زي ما انتم شايفين كده، بعد ما طلعت وسبتها تبرد خالص لمده 4-5 ساعات عشان اقدر اشتغل فيها ما تتبهدلش مني. ببتدي ان انا بقى افك الورق بتاع الزبده بتاعي كده علشان هشوف هعمل فيها ايه. بجيب المنشار بتاعي وابتدي اقطعها قد بعض علشان تطلع متساويه معايا. طبعا بعد ما نقطع كده هنشوف اللون الاحمر، هل هو اللون الاحمر فعلا الحلو ولا ايه بالظبط هيكون معايا. طبعا هيطلع لون احمر مخملي، بس بجد هيبقى منقول في حته تانية خالص. اهم حاجه يا جماعه نمشي على الطريقه والمقادير وما نستصعبش الحكايه ونقول لا دي غلبه، لا دي مكوناتها كتير وهتاخد وقت وتكلفه، لكن في الاخر بجد احنا هنعملها يعتبر يعني باقل تكلفه، مش التكلفه كمان اللي هي العاليه قوي. وكمان مش هتبقى اوفر سكر، الطعم هيبقى مقبول جدا، وهتدوي في الاخر وهتعمليها وهتجربيها وهتدعيلي. بعد ما قطعنا ال3 طبقات بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت بالمنشار، او لو مفيش منشار ممكن بالسكينه المشرشره، بس اهم حاجه نظبط ايدينا في التقطيع علشان تطلع ال3 طبقات متساويين. الطبقه ديت انا هقولك في الاخر احنا هنعمل فيها ايه، علشان هي دي اللي هنحطها فوق التورتيه بتاعتنا، بس هنعمل فيها ايه بالظبط هقولك في الاخر. معايا هنا نص كوبايه من السكر البودر علشان هنعمل بقى الكريمه بتاعتنا، هي غنيه شويه بس طعمها تحفه وفي حته تانية خالص. معايا علبه من القشطه، ومعايا جبنه تشيزه. طبعا جبنه تشيزه يا جماعه بدون اي نكهات، ممكن الدومتي موجوده عند اي مستلزمات حلويات، وموجوده في السوبر ماركت برضو. لو جبتي جبنه تشيزه كريمي ما فيهاش اي نكهات، بتبقى ساده خالص علشان الشغل الحلويات. بحطهم على بعض وبضربهم في العجان او بالمضرب السلك لغايه ما بيبقوا كريمي، وبعد كده ببتدي ان انا اضيف 3/4 كوبايه من الكريم جانتيه. مفيش عندي كريم جانتيه ممكن الكريمه السايله عادي مفيش مشكله. وحطيت كوبايه من اللبن وضربتهم مع بعض، وحطيت كوبايه القشطه، ودي قوام الكريمه بتاعتي بجد غنيه وطعمها في حته تانية خالص. هبتدي بقى ان انا احشي بيها التورتايه بتاعتي، كريمه تقيله مش خفيفه ولا سايله زي ما انتوا شايفين كده. وهخليكي كمان تجلفيني بيها التورتايه من بره، ده لو انت حابه. اما لو مش حابه وتكتفي ان انت تلفيها بورق الفاكيوم وتربطيها بشريط ستان وتطلعيها، برضو ده حسب ما انت حابه. بس بجد لما تتجلفن وتطلع وتبتدي تقطعي منها وتدوقي الطعم، هتحسي فعلا طعمها فعلا منقول في حته تانية، وشكلها كمان بيبقى احلى واحلى.
طبعا هنا انا حبيت ان انا اعملها بورق الفاكيوم عشان الناس اللي حابه ان هي تستكفي بورق الفاكيوم وتربطها بشريط ستان وتطلعها كده برضو مفيش مشكله. يبقى في تلك الاحوال احنا عملنا الطريقتين، عملناها بورق الفاكيوم علشان اللي حابب يطلعها كده، وكمان بعد كده ممكن نشيل ورق الفاكيوم وهنجلفنها علشان نشوف بالظبط احنا هنجلفنها ازاي. طبعا كريمه تشيزه وقشطه هجلفن بيها مثلا التورتايه ازاي، بتبقى كريمه سايله شويه. لا الكريمه مش سايله شويه، الكريمه ماسكه نفسها زي ما انت شايفه. اما طبعا لو انت حابه تبدلي وفي امكانيات شويه وحابه تبدلي التغليف، ممكن تغلفيها بكوبايه من الزبده، نص كوبايه من السكر، او لو مش السكر ممكن تحطي لبن مكثف، وكمان ممكن علبة من الجبنة الكريمي، بيتضربوا مع بعض بالمضرب الكهربي او بالعجان، وبعد كده بتبتدي تغلفي بيها تورتايه من بره لو انت حابه تديها طعم تاني. كل دي حسب الامكانيات المتاحه بالنسبه لنا. معاك الطريقه دي ومعاك الطريقه دي، وكمان في فيديو تاني هننزل التشيزه الريد فيلفت، هنعمل تشيزة الريد فيلفت بس بجد كمان هنخلي طعمها منقول في حتة تانية خالص. بجد معايا هنا في القناة هنشوف كل جديد، والناس اللي بدأ اونلاين هتتعلم فعلا احلى شغل بالظبط، وهطلع اونلاين منه وهتدعيلي. بعد هنا ما حطينا الثلاث طبقات زي ما انتم شايفين، وطعمناها مثلا كل طبقه باللبن، برضو ده اختياري، دي حاجه ترجع لك. وبعد كده ابتديت ان انا اسوي طبعا الجزء اللي بره بالسباتولا بتاعتي، وبعد كده بعد ما نخلص خالص بنحطه في الفريزر لمده ساعه او ساعتين علشان طبعا الكريمه بتاعتي تبقى متماسكه واعرف اشتغل بيها. ممكن بالطريقه دي بتسيبيها وبتحملي روزتات من فوق وبورق الفاكيوم زي ما انت شايفه، وبتربطيها بشريط ستان، وبعد كده بتحطي البودره الحمراء اللي احنا هوريها لك دلوقتي، وبتطلع كده للزبون عادي مفيش اي مشكله. بس طبعا هنا بالنسبه للكريمه بتاعتي كريمه تقيله شويه، فانا حبيت ان انا اجلفن بيها التورتايه مفيش اي مشكله. وابتديت بالكريمه ان انا اعمل روزتات الورد دي زي ما انتم شايفين كده. معاكي طريقتين لتورته الريد فيلفت وبمقادير مختلفه، المقادير المتاحه بالنسبه لك اعمليها زي ما انتم شايفين، ولو في اي استفسارات بنكتب في التعليقات وانا برد على طول. ابتديت ان انا اعمل الروزتات دي. طبعا الكريمه زي ما احنا شايفين بجد طبعا تقيله، وطعمها لما تدوقيها هيكون في حته تانية خالص. وابتديت زي ما انتم شايفين كده ان انا احط القطعة اللي احنا سبناها في الاخر يا جماعة ديت، انا عملتها في المطحنة وخليتها زي البودرة خالص زي ما انتم شايفين كده، اللي هبتدي ان انا احط عليها من على التورتاية من فوق، وكمان هبتدي اخد نص الجزء اللي تحت هو اللي انا هبتدي اكسي بيه التورتاية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، علشان التورته في الاخر يا جماعه هتحسي فعلا ان هي تورته منقوله في مكان تاني خالص. بنطلعها طبعا اونلاين اوردرات في عيد الحب، في الفالنتين، في اي حاجه زي ما انتم شايفين كده، تنفع خطوبه مفيش اي مشكله، طبعا حسب ما انتي طبعا بتشتغلي وحسب الاونلاين بتاعك. زي ما انتم شايفين كده خدنا الجزء اللي تحت وابتدينا نحط عليه بودره الاسبونج اللي احنا عملناها. بس بجد يا جماعة منقولة في حتة تانية. نمشي على الطريقة والمقادير البدايل اللي احنا قلناها، وقلنا حابة لو انت حابة تبدليها بطريقة تانية بالنسبة للجلفنة بدليها برضو مفيش اي مشكلة، كله متاح بالنسبة لك وحسب امكانياتك. بعد ما خلصنا بقى التورتية بتاعتنا كده هنشوف هنعمل فيها ايه تاني. بس يا جماعة هي منقولة في حتة تانية وشكلها في الاخر بجد انت هتحسي فعلا ان فعلا التورتايه عسل جدا وقمر قوي. عندي هنا جزء مثلا من ورق الدهب، ابتديت ان انا انطره كده على الوش بيدي شكل جمالي كده بسيط. اي حاجه يعني يا جماعه مفيش اي مشكله. عندك لولي وحابه تحطي على الطروف برضو مفيش اي مشكله، دي حاجات طبعا بالنسبه لك بترجع ليكي ولشغلك، وبالنسبه للفاينل النهائي كده بيدي منظر حلو. اهم حاجه يا جماعه نهتم دايما بالفاينل بتاع الشغل او الفينش علشان المنظر النهائي يا جماعه يعجبنا ويعجب العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم. تورتايه منقوله في حته تانية. تابعوني على صفحتي مملكه الحلويات وشكرا.